كانت ليلة عاصفة مظلمة، وكان أحمد كيسوق السيارة ديالو على طريق مهجور في الليل. كان كيحاول يرجع للدار بالزربة من بعد واحد الرحلة ديال العمل اللي كانت طويلة، وكان عيان بزاف من ديك الرحلة، وفي العقل ديالو غير خصو يوصل لوليداتو والمدام ديالو. وفجأة وهو غادي توقفت السيارة بدون سابق انذار. سمع واحد الصوت ما هواش في المحرك، حاول يولي يديماري الطوموبيل ولكن بدون جدوى، حتى شي حاجه ما وقعت وما بغاتش كاع الطوموبيل ديما. وهو يمشي يشوف العداد ديال الوقود وكيلقى خاوي، وهو يلاه داز واحد البومبا وعمر فيها البلان. واحمد بدا يحس بالتوتر والخوف، خصوصا ان ديك البلاصه اللي وقف فيها لا طيران يطير ولا سيران يسير، ما كاين حتى شي واحد في ديك البلاصه، وحتى التليفون اللي يقدر يهزو ويصوني على شي واحد يجي يعتقو حتى هو ما لقى فيه حتى شي شرطه د الريزو. وبقى احمد حاصل هنايا وكيفكر مع راسو ويقول الا ما رجعش للدار مراتي وولادي شنو غيوقع ليهم. فلذلك قرر انه يخرج ويقلب على مساعده. ومع خرج من الطوموبيل كتبان له واحد الدار او لا مزرعه صغيره. المهم قرر يمشي ليها ويطلب المساعده من دوك الناس الى لقاهم. خدا السيرو ديال الطوموبيل والتليفون ديالو الضوايه وخرج في رحله انه يقلب على مساعده باش يقدر يخرج من هذه الورطه. حس بشويه ديال البرد وكانت السماء عامره غيوب وهذوك الغيمات ديال الشتاء. شويه وهي تبدا طيح الشتاء بواحد الغزاره كبيره، والبرق كيضوي الظلام اللي فيه احمد. واخا شتا احمد كمل لعل وعسى يلقى شي حاجه اللي تقدر تعاونو. ديك البلاصه اللي كان غادي ليها كانت فيها الشجر ولكن كانت خاويه، بحال اللي حتى شي حد ما كيدور تما ولا حتى شي حاجه ما كتحرك. مشى احمد شي نص ساعه بلا ما يلقى حتى شي حاجه، وكان كيحس بالعيا والجوع والعطش. وبهكذا قرر انه يرجع للطوموبيل حتى يوصل الصباح ويولي يخرج يقلب يدوز شي واحد من ديك الطريق ويعاونوه. اما الا ما لقاهش في الطوموبيل راه ما غيقدرش يعاونوه وما غيلقاش اصلا. ولكن وهو راجع كتبان له شي حاجه كبيره وكحله. حمد حس بشويه ديال الامل وقال تقدر تكون شي حاجه غادي تعاونني. حمد قرر يقرب من ديك الحاجه الكحله، وهو كيقرب ولات كتبان ليه بحال شي دار. بقى كيقرب حتى غيشوف شي حاجه اللي غترعبو وغادي تخرجها منه. غيبان له منزل مهجور، الشراجم ديالو كله مهرسين وكيحسك بالرعب والخوف. وكانت قدامه واحد الجريده اللي عامره بالاعشاب السامه والتراب والحطام. كانت شي حاجه ماشي هي هذيك في الدار، واحمد تردد باش يدخل لداخل لحقاش اصلا كيحس باللي هاد البلاصه ما خاصوش يكون فيها. حس بحال اللي شي واحد كيراقبو في ديك الدار، ولكن احمد تجاهل هذا الشيء لحقاش اصلا محتاج المساعده ومحتاج شي واحد اللي يتصل ليه بالزوج والابناء ديالو او لا يحاول يخرجوا من هنا. دفع احمد الباب ودخل، ومع الدخله كيتسمع داك الباب، راكم عارفين الصوت ديالو. دخل وبدا كيعيط واش كاين شي حد هنا، واش كاين شي حد هنا، ولكن حتى شي واحد ما جاوبو وغير الصوت ديالو اللي كان كيتردد. واحمد بانوا له شي حوايج غراب في الدار بحال الدم اللي كاين في الحيط او لا الصور ديال عائلات سعيده مقلوبين مليوحين تما. بقى كيتسائل احمد اشنو هاد الشيء وعلاش هنا كاين وفين هما هاد الناس اللي كانوا هنايا. واحمد قرر انه يكمل المشي ديالو ويقلب على شي وسيله اللي تعاونو، ولكن في بلاصه ما يلقى شي حاجه اللي تعاونو غيلقى شي حاجه اللي غتزيد ترعبو اكثر. دخل لواحد البيت وهو يلقى واحد المراه مقطع لها راسها ومحطوطه فوق الناموسيه، وكانوا عينيها مفتوحين بحال كتشوف فيه، وفي الوجه ديالها واحد الابتسامه شريره. وهو يتلفت شويه لقى واحد الراجل حداها ميت حتى هو، وفي اليد ديالو كاين سكين مغروس في الصدر، وحداهم واحد الورقه مكتوب فيها غير سمحي لي انا درت هذا الشيء على قبلك. بقوه الخلعه غوت واحد الغوته اللي كتهرس الصخر وحاول باش يهرب، ولكن فجاه كيلقى الباب مسدود عليه وهو كيدور كيحس بحال شي واحد كيراقبو. شويه وهو كيبان له واحد الدري صغير جالس في القنت وكانت حوايجو عامره بالدم، وكانت عنده واحد الدميه في يدو وكانت محطمه. وهو يهز عينيه في احمد اللي كانوا بويض وهو يقول له بشويه وبواحد الصوت اللي هامس مرحبا بك في الجحيم. احمد حس بالرعب ولكن ما عنده حتى شي خيار اخر. قرر انه يدوي مع الطفل واللي سولو قال له شكون انت وشنو بغيتي عندي، ولكن الطفل ما جاوبوش وما ردش عليه. وبدلا من هذا الشيء الطفل بقى كيضحك بواحد الصوت اللي مخيف وبقى كيقرب من احمد شويه بشويه. احمد حس بواحد الخوف اللي كبير بزاف
وما كانت عنده حتى شي بلاصه يهرب ليها او لا شي سلاح يدافع به. داكشي علاش بقى حاصل تما وما عارف ما يدير. واحمد عرف باللي عمره ما غينجا من هاد المصيبه وعمره ما غادي يخرج من هنا او اللي يشوف الزوجه والابن ديالو. واحد شويه احمد غيسمع واحد الصوت اللي مولوف ليه ومريح. كان الصوت ديال الزوجه ديالو وكتقول له احمد فين انت؟ شاف التليفون ديالو ولقى الزوجه ديالو اللي داز الخط بلا ما يعرف اصلا كيفاش داز. ومن بعد ما سمع الصوت ديال الزوجه ديالو تزرع فيه واحد شويه ديال الامل وقرر يوصل للتليفون ديالو. ولكن التليفون ديالو كان ضروري خاصو يتخطى الطفل والناموسيه اللي عليها دوك الجوج ديال الجثات. فلذلك احمد كان شجاع شويه وخاطر براسو. احمد حاول يزرب وينقز على الناموسيه بواحد السرعه، ولكن الطفل الصغير كان سرع منه وقدر يجرحه في الفخذ ديالو. احمد طاح للارض وبقى كيغوت بربي اللي خلقه. شويه وهو كيبان له الطفل الصغير قدام راسو كيهز السكين مره اخرى باش يضربه. احمد شنو واقع؟ هذا كان الصوت ديال الزوجه ديالو في الهاتف واللي كان بعيد عليه غير بشي شويه. كان باغي يهز التليفون غير باش يودعها ويقول لها باش تهلا في البنات ديالو. احمد قدر يوصل للتليفون وهزو بواحد البطء اللي كبير وهو يجاوب وقال لها مراتي سمحي لي بزاف، انا في واحد المنزل مهجور، انا على الطريق، انا ما عارفش فين راني، كاين واحد الدري صغير باغي يخدمني وما عارفش ما ندير، المهم كنطلب منك السماحه. احمد غيسمع واحد الصوت بحال بناتو كيلعبوا وبلا ما يحس حتى كضربوا الفيقه. احمد كان في المستشفى وهذه 4 سنين باش دار كساده ودخل في واحد الغيبوبه اللي كان هاد المده كامله ناعس فيها. هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم، وإلا عجباتكم حاولوا تقولوا لي في لي كومونتير باش نكثر لكم منهم. خليو لي لايك، وإلا ما عجبكمش الفيديو دير ديزلايك، اشترك في القناه باش يوصلك الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنساش باللي اللي جاي غيكون حسن ان شاء الله.